هو انت ممكن تبيع عربيتك البنزين دلوقتي حالا وتشتري عربيه كهرباء؟ ناس كتيره الايام دي بتفكر تبيع عربياتها العاديه وتشتري عربيات كهرباء، ودايما اهم سؤال بيجي في دماغهم هل هيقدر يعتمد على العربيه الكهرباء ولا لا؟ الشخص ده هو الوحيد اللي عارف الاجابه الصح من خلال دراسته لنفسه. اول حاجه لازم يدرسها هي المسافه اللي بيمشيها بالعربيه كل يوم، يعني لو واحد مشاويره كلها جوه المدينه وفي الزحمه العربيه الكهرباء هتكون مناسبه ليه جدا، انما لو حد بيسافر كتير وكل مشاويره طرق سفر هيضطر ان هو يجيب عربيه الرينج بتاعها يكون طويل، وده هيخليه يدفع فلوس اكتر بكتير، وممكن الموضوع ما يتمش وما يشتريش العربيه الكهرباء لان مدى البطاريه مش مناسب لاستخداماته اليوميه. تاني حاجه لازم يدرسها كويس ازاي هيشحن العربيه الكهرباء. كلنا عارفين ان البنيه التحتيه للشواحن العربيات الكهرباء في مصر لسه تحت التطوير، عشان كده يفضل اي حد هيشتري عربيه كهرباء دلوقتي يكون عنده وول بوكس في بيته خاص بيه. تالت حاجه لازم يفكر فيها الميزانيه. العربيات الكهرباء اغلى من العربيات العاديه، ودي حاجه مخليه ناس كتيره ما تشتريش عربيات كهرباء لحد دلوقتي. لكن في حاجه ناس كتيره بتنساها، ان مصاريف العربيات الكهرباء ارخص بكتير من مصاريف العربيات العاديه. وبنصح اي حد ناوي يشتري عربيه كهرباء ان هو يدرس الحاجات اللي قلتها كويس جدا. ادخل دلوقتي على سيكشن العربيات الكهرباء على ابلكيشن كونتاكت كارز. عربيات كهرباء يعني كونتاكت كارز.